بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تكون الكل بألف خير. في فيديو اليوم عملت عصير البرتقال المركز، وعملت معاه خبزة بالبرتقال على الطريقة التقليدية، وفي الفورمة على الغاز من غير فرن. بالنسبة لعصير البرتقال وبالطريقة اللي باش نوريها لكم في الفيديو، تنجموا تخزنوه لرمضان ويصبر المدة طويلة. أما خبزة البرتقال حكاية خرافية، وصفة مجبودة من الماضي البعيد. عملتها بكل حب في الفرن العربي على الغاز، وهكا نتفكروا ذكريات الطفولة. تبعوني ما تندموش. التحضير: العصير المركز: خديت 2 كيلو تومسون، وكعبة قارص متوسطة، ورطل سفنارية جزر معناها. نظفت البرتقال والقارص بالخل والكربوناتو، ومصمصته بالباهي بالماء، على خاطر الكربوناتو ينزع الدواء المرشوش على الغلة بصفة عامة. وبشرت السفنارية وغسلتها، وبعد قصيتها دوائر، وحطيتها في كسرونة وغميتهم بالماء، وحطيتهم يطيبوا على الغاز. ووقت اللي السفنارية تطيب الوقت هذاك قشرت البرتقال الكل. حبيت نوريكم القشور كيفاش عملت لها. نحيت منها القشرة البيضة، هاك الشحمة البيضة، والاخر قصيته بالطريقة هذه. نحطه يشيح ونخبيه في دبوزة بالنار يقعد سنين. نستطيع نحطوه في القهوة وإلا في المرطبات. الحاصل نرجعوا للعصير. نقص البرتقال شرائح كما تشوفوا في الفيديو، ونرصفهم على اللوحة. أما كعبة القارص نقشرها من فوق، نحي كان الجزء الأصفر، أما الشحمة البيضة اللي فيها المرارة نلوحها. والدخلاني نقصه رندلات ونحطه مع البرتقال، ونحي منه القلوب كانها موجودة. ووقت اللي تطيب السفنارية بالباهي وتهبى، نصبها بماها بكلها في القبصان اللي باش نرحي فيه. نرحيها وحدها 5 دقايق هكاكا، ومن بعد نبدأ نزيد في الترانشات متاع البرتقال ونرحي في نفس الوقت. ونحط القارص، وما ننساش القشور البرانية الزيست متاع السيترون، وهي اللي تعطي بنة للعصير بالزيوت اللي فيها. وبعد ما نعصر الكمية الكل، التومسون والقارص والسفنارية، نصفيها بالباهي. ما تنسيوش تحطوا لي جيم وتكتبوا لي كومنتير، وتشاركوا في القناة كان عجبكم الفيديو. واخزروا هذا اللي قعد بعد التصفية باش نستحفظ به، هو اللي باش نعمل به الكيك. وبعد ما نتحصل على عصير خاثر وعاقد، نضيف له كيس سكر 250 جرام. وانا نحب نحلي العصير في المرحلة هذه. ثم شكون يحط السكر من اللول يطيب مع السفنارية. وباش نستحفظوا به نخلوه خاثر كيما هكا، يعني مركز، وما نزيدوش الماء، ما نخففوش، ونحطوه في دبابز والا ساشيات ونخبوه في بيت الثلج. واذا باش تشربوه تحطوا مثلا 30 عصير مركز وثلث ماء. وقوام العصير انتوكا انتم تتحكموا فيه حسب اذواقكم. واذا باش تعملوه للصغيرات تنجموا تزيدوه حليب نوعية تبدا جيدة يولي دنو.
أنا وقت اللي نعمل العصير المركز هذا من التومسن طول نعمل معاه كيك البرتقال. اليوم حبيت نعمله على الطريقة الزمنية في الفورمة العربي متاعنا. مكونات خبزة البرتقال 300 من 320 ل 350 جرام فرينة، 3 بيضات، 200 جرام سكر، 120 مليلتر زيت، 150 مليلتر عصير مركز، نفة ملح، مغرفة قارص، 20 جرام خميرة حلويات، وزوز مغارف كبار برتقال مرحي. أول حاجة نعملها نحضر الفورمة، والعملية هذه لازمة باش الكيك ما يلصقش في الفورمة ويتحرق. ندهن الفورمة بالزبدة بالكدا، وبعد نرش عليها الفرينة وننفضها بالباهي. نحط العظمات في الصحفة، ومن بعد نحط عليهم السكر ونحرك، ونصب عليهم مغرفة القارص، ونركز الكل في بعضهم بالكدا. وانا نحرك نصب الزيت بالتدريج للي نكمل الكمية الكل. ومن بعد نصب البرتقال عصير المركز، وما ننساش الملح اللي باش يعدل مذاق الخبزة. ونصب مغرفتين من البرتقال اللي قعد من تصفية العصير. بالنسبة للي تحب تعمل كان رسيت الكيك، تضيف كعبتين تومسون مرحيين بكلهم، وتصبهم في الخليط من غير تصفيتهم، وتحافظ على المكونات الأخرى. بعد ما تندمج جميع المكونات السائلة في بعضها، نولي نحط الفرينة اللي نخلطها من قبل بشوية. نحط الفرينة بالطرف ونخلط بالفوي في اتجاه واحد، ومن لوطة للفوق. وفوق الفرينة نولي نحط خميرة الحلويات. نحرك الخليط وندمج الفرينة بالطريقة اللي تشوفوا فيها في الفيديو. وتوا باش نعطيكم استيوس باش تبنن خبزة البرتقال وتعطيها طعم تونسي رائع. وقت اللي نكمل نحضر الخليط الكيك بالكدا، وقبل ما نصبه في الفورمة نصب له مغيرفة زيت زيتونة. صدقوني توش مزيانة برشا. وهذا قوام الخليط يجي خاثر أكثر من الكيك الآخر اللي نطيبوه في الكوشة في الفرن. ومن بعد نصب الخليط الكل في الفورمة، نرشق فيها كعيبات زبيب أكحل من فوق، تو بعد تهبط في نص الكيك على خاطر الخليط خاثر. تنجموا تعوضوهم بغلة شايحة وإلا لوز. نغطي الفورمة بالكدا ونحطها على الغاز اللي نقصت فيه من ضعيف إلى ضعيف جدا، ونحط حديدة الفورمة، ومن بعد نحطها ونخلي الكيك يطيب. وما نحل الفورمة كان بعد نصف ساعة نتفقد الخبزة. وبعد 40 دقيقة طابت خبزة البرتقال. تستيتها بعود اللحم، دخلته في وسطها، خرج شايح، هكا تأكدت اللي هي طابت. في الأصل كي نهبطوا الخبزة من على الغاز نعقبها بالعود الكوردون كما تشوفوا في الفيديو، وبعد نسقيها بكاس عصير ونخليها 20 دقيقة وبعد تتقص. أمانة باش نعدوها بالعصير خليتها هكاكا ما سقيتهاش. وهذه خبزة البرتقال حضرت بنة وفيحة، ما لصقتش في الفورمة. نودكم وما نشاهيكم جربوها وقولوا لي كان نجحت معاكم، وخاصة أستيس مغرفة الزيت والله حاجة روعة وبنة عالمية.
وهو نقص قدامكم ترانش تشوفوها كيفاش جات عالية ومهوية اسفنجية، ولونها مزيان مزيان برشا. ان شاء الله يا ربي اعجبكم الفيديو. حطوا لي جيم واكتبوا لي كومنتير. شاركوا في القناة لدعمي. دمتم في رعاية الله. باي.